السلام عليكم ورحمة الله. السعودية والإمارات شركاء في الحرب والسلام في اليمن. الحل يكمن في السلام والتنمية وليس في الحرب، فقد أثبتت التجارب السابقة والحروب الداخلية والخارجية بأنها لم تحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. فماذا ستخلف الحرب الأمريكية على اليمن سوى الدمار والخراب ومزيدا من المعاناة للشعب اليمني؟ الحقيقة الوضع في اليمن خطير جدا. الحشود العسكرية الأمريكية وتحريك الأساطيل وحاملات الطائرات نحو اليمن ينذر بحرب مرعبة قد تتجاوز حدود الجغرافيا اليمنية، ولا يعلم نتائجها إلا الله. السعودية والإمارات تملكان النفوذ والتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى جميع الأطراف اليمنية، ويستطيعان فرض مسار السلام على الجميع وضمان حماية الملاحة الدولية وحماية المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة. السعودية والإمارات شريكان حقيقيان في مستقبل اليمن، وأصحاب مصالح ونفوذ وتأثير وحضور مقبول لدى الشعب اليمني، ويمكنهما إلزام جميع الأطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتوجه نحو التنمية وإعادة الإعمار. الحرب كلفت الجميع خسائر كبيرة ولم تحقق أي شيء، لذلك علينا أن نجرب ما هو أفضل من الحرب، وهو السلام والتنمية والاستثمار وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. أخيرا، اليمن ليس مجرد ساحة حرب، اليمن سوق واعد على المدى الطويل، يمتلك الثروات الطبيعية المتعددة، ويمتلك الموقع الاستراتيجي على البحر العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويمتلك مئات الجزر والموانئ المهمة عالميا، ويمتلك الكنوز التي لا تزال في باطن الأرض، والتي لو تم استخراجها تغيرت قدر المنطقة والعالم. اليمن مهما مرت عليها المحن سيعود سعيدا كما كان. هذا وعد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.